من أكتر الحاجات اللي شدّتني للأنمي الياباني وخلّتني دينا بليتش، صوت مؤديين الشخصيات اللي بيعملوه اليابانيين الجامدين. وقبل ما أبدأ قبل ما أبدأ، لو أنت بتتفرّج على الأنمي دَب يعني بيتكلّموا English، يعني ناس ممثلين English دبلجوا، تمسح رقمي دلوقتي. طبعًا معييش رقمِك أصلًا، هادّيه لك عشان تمسحه. بانكاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي دينا باقدّم محتوى أنمي. لأول مرّة تشوفني كمّل الفيديو للآخر، لو عجبك يا ريت تشترك في القناة وتدوس على زر سبسكرايب، وكمان ما تنساش تعمل لايك. أشكركم جدًا، جدًا، وصلنا ل50.000 هتستريحوا كتير من الزن بتاعي يا جماعة. عايزة أوصل ل50.000 كده يا جماعة قبل نهاية السنة. وصلت وخلاص، بطّلي صياح ووصّلناكِ وخلصنا، ما اسمعش صوتِك بقى لغاية ال100.000. فقررت النهارده أقول لكم أكتر مؤدّي الأصوات اللي أنا باحبهم. هو المفروض كنت عايزة أعمله top 10، بس هيبقى top 10 وحبّة، يعني ممكن مثلًا تبقى 11 يبقى 12 فعدّوها. وأنا باجمّع مين أفضل مؤدّي الأصوات، أنا جمّعتهم بناءً على رأيي أو على موقف أو صوته لسه حَد في ودني من مشهدٍ ما، فأنا حاطاه بالنسبة لي في الtop 10 والّا الtop 11 والّا الtop 12. أول حد معايا واحد أنا باحب خامة صوته جدًا، باحبه شخصيًا وشكليًا وكل حاجة. كينجي وتسودا. أنا مش عارفة أنا بانطق الأسماء اليابانية صح والّا لأ، فأنا هاتجنب الكلام ده بإن صورة المؤدي تظهر جنبي عشان ما ابقاش متخلفة. كينجي وتسودا هو أصلًا يعني شكلًا أنا مش مصدقة إن ده راجل أربعيني أو خمسيني، هو ما شاء الله زي القمر، ده رقم 1. أنا قبل ما أشوفه أنا باحب خامة صوته جدًا، الصوت الشاجي، أنا يعني عارفة باللغة العربية تحسي إن صوته كده. そう。疲れたんだ。もう十分やったさ。تسودا عمل شخصيات مؤثرة بالنسبة لي كتير، أشهرهم واللي خلّيته في المركز ده هو نانامي. عمل شخصية إيشيكاي إيشكي أو حاجة كده من بورتو، كانت فخمة جدًا. 俺はお前たちを狩り続ける。獣が狩人の言葉を信用するな。次遊びに来るときは余計なもん連れてくんなよ。そして今こそ俺のデッキマスター能力を発動する。كينجيرو تسودا بيواجه بعض الانتقادات إن هو ما بيقدرش يغيّر طبقة صوته، يعني أنت هتلاقيه هنا، هو هنا، هو هنا، ما بيتلاعبش في الصوت ويخلّي لك مثلًا إيه ده إزاي ده عمل الشخصية دي وعمل الشخصية دي، لأ هو محافظ على طبقة معيّنة بيأدّي بيها، ما بيعملش تلاعب صوتي خالص، بس أنا بصراحة باحبه وباطبّل له جدًا. عايزة أقول لكم إن في نينجا كامواي أو حاجة زي كده، أنا اتفرّجت لمّا عرفت إن المؤدي الرئيسي للبطل هيبقى كينجيرو تسودا، وبصراحة ما كمّلتش لإن الأنمي ما عجبنيش، ولكن مجرد إن أنا سمعت إن المؤدي قالوا لك مؤدي صوت مش عارفة إيه هيعمل كذا، اتفرج على الأنمي يا ابني يلا بسرعة. مؤدي صوت اللي بعد كده كامايا هيروشي، مؤدي صوت ليفاي. بصوا ليفاي بالنسبة لي كصوت واحد غامض عينه ضيقة، الحياة جاية عليه ما بيتكلمش، طبقة صوته واطية حاجة. ولما قال حاجة تانية، الصرخة دي عمري ما هاقدر أنساها. كاميا هيروشي أو مؤدي صوت ليفاي شغال دلوقتي معانا في حاجة بنتفرج عليها بلو لوك، عامل صوت إيجو. الدور سهل يعني مش محتاج أي زعيق أو حاجة، هو قاعد بيتكلم بيعمل نضارة كده. そう言ったんだ。慌てるな。つか、それって血じゃん？めんどくせえことに巻き込まれて。上も文句は言えんはずだ。俺以外に敵役がいないからな。だがな、いくらゾーンに入って食らいついたところで、じきに体力は。هذا المؤدي بجد من الناس اللي راكزة جدا في الصوت، وبيحسسك ان هو بينقل لك مشاعر من غير ما يحزق. يعني في مؤدين اصوات ايه هو هادي جدا، نبرة صوته هادية جدا، وبيعرف يوصل لك المشاعر بأقل حاجة. واسمع ان هو من اشهر مؤديين الاصوات في اليابان، والناس بتحبه جدا وبتصنفه دايما من المراكز الاولى. مؤدي صوت اللي بعد كده كايجي يوكي كايجي، مش عارفة اسمه كايجي ولا كيجي، مش هنتكلم في الاسماء. مؤدي صوت ايرين، في لمّا إيرين كان بيعيّط، وفي كذا مشهد أنا عمري ما أنسى نبرة الصوت اللي فيهم، بجد تألّق في إيرين جدًا، وخصوصًا تحوّل الشخصية من إيرين المُفعم بالنشاط في سيزون 1 و2 وبعدين أبو شعر طويل ودقن ده، هو كان فعلًا بيقدر يوصّل المشاعر بتاعته بطريقة عسل جدًا. مؤدي محترف، وبرضه هو من أشهر مؤدّي الأصوات في اليابان، والناس كلّها بتعتبره من المراكز الأولى. おかしいと思わねえのか。あんたは運がいい。俺との契約期間中にこんなことが起きるとはな。悪かったな。ありがとう緑谷。眼帯野郎。بصراحة ما حسيتش إن هو
تألق قوي في تودوراكي، كان عادي جدا، ما اتحطش في موقف يوصل لي الإحساس اللي هو وصله لي في إيرين، فهو معروف بمؤدي صوت إيرين. نفس الكلام بينطبق على نانامي، مؤدي صوت نانامي ومؤدي صوت ليفاي، دايما شخصية كده واحدة بتلزق مع مؤدي الصوت فخلاص ما بيقاش يخرج منها. هانا ناتسوكي مؤدي صوت تانجيرو، كمية الحنان اللي في صوت هذا المؤدي لأ، لما بجد تانجيرو أصلا شخصية حنينة جدا، فهم يعني تألقوا وأبدعوا في اختيار صوت يقدر يوصل كمية حنية اللي موجودة في الشخصية. 探せ必ず方法を見つけるから。なんで喜ぶかもしれないだろ。お前たち誰だ。 بلس اللي أصلا خلاني أبقى متيمة بعالم أو فن الأنمي هو أنا كنت بتفرج على طوكيو جول. أنا ما حبيتش طوكيو جول الجزء الأول بصراحة قوي، ولكن كنت قاعدة بتفرج على مشهد تعذيب كانيكي. وهو بيصرخ أنا كان قلبي اتحرك من مكانه من كتر الوجع. يعني أنت متخيل أنت ما بتتفرج فقط، ولكن مؤدي الصوت قدر يوصل لك قد إيه الألم اللي حاسة بيه الشخصية. فمؤدي صوت تانجيرو هو مؤدي صوت كانيكي كان. أنا انبهرت. مؤدية الصوت الجاية تقريبا ما حدش بيحبها غيري، يعني أنا ما سمعتش حد بيتكلم عليها، وهي أدوارها للأسف مش كتيرة. هي تقريبا الدور المميز واحد ليها أوريتشيمارو. أنا أصلا كنت فاكراها راجل عادي، فوجئت إن هي بنت عاملة صوت أوروتشيمارو. أنا كنت بحب صوت أوروتشيمارو قوي قوي قوي، ومن الحاجات اللي شدتني اختلاف خامة الصوت. هي صوتها مختلف تماما عن أي صوت أنت بتسمعه. كوجيرا، اسمها كوجيرا. تحية مدام كوجيرا جدا على أدائك الرائع اللي عملتيه في أوروتشيمارو. تقريبا مش عاملة شخصيات تاني، بس ظهرت في كذا شخصية في كونان. الشخصية دي من جنتاما. أيوة أنا حسيت إن أنا سمعت صوتها. فدول يعتبروا أشهر شخصيتين ليها، وهي ظهرت زي ما قلت قبل كده في كذا شخصيات ثانوية من كونان. عايزة أقول لكم وأنا بجمع الداتا يا جماعة، كل مؤدي الأصوات دول عملوا شخصيات ظهور ضيف شرف في كونان، عشان تعرف أنا بحب كونان ليه. وأنت قاعد كده عمال بتسمع أصوات كل حلقة، رهيب. رقم 6 مؤدي صوت أيزن. اسمه إيه بقى؟ هايامي شو. الأشهر الصوت الأشهر في بليتش تقريبا، أيزن سوسكي. 君たちの死や、ならば奇跡など二度と起こらぬよう、貴様の方こそ分かっていない。すべてが終わるでしょう。あなたにはここで死んでもらいます。 طبعا مش عايز انسى لما كنت قاعده بتفرج على ديمون سلاير عادي، وقاعده ومش متوقعه الاقي غراب بيتكلم. こんばんは、玉代さん。物騒ですよ。夜に窓を開け放っておくのは。 يا لهوي انا صدمت يا جماعه، ودني يا جماعه، هو ده حقيقي؟ هو ده ايزن سوسكي. رقم 7 مؤدي شخصيه سكنة او سكنة، اسمه سوابي جونشي. ماشي حضرتك، هذا الصوت المليء بالغرور، هذا الصوت المليء بالتعالي، انا مش فاهم حضرتك قدرت تعمل كده ازاي. 俺に勝てるのは俺だけだ。俺はグリード。正規の手続きを踏み、正規の活躍をして、なんだって、それお前、二度はないと。 بص بقى، يعني هو الصوت كله، السمة الرئيسية بتاعت مؤدي هذا الصوت انا مش في دماغي. في كل الشخصيات دي انت هتحس برغم ان هم شخصيات مختلفة تماما، ولكن يجمعهم عدم المبالاة. يعني هو ده شرير او طيب انا اولعه. رقم 8 مؤدي صوت ساسكي، سويا جاما نوري كاي نوراكيا. انا حرفيا عندي مرض محدش يعرفه عني، اسمه ناندوم. وانا ماشيه في الشقه انا لغايه دلوقتي، بص انا مخلصه ناروتو بقالي 50 سنه، بس تلاقيني فجاه ناندوم قالها بكل يعني اللي في قلبه. من الاصوات اللي انا لو سمعتها في اي حته هيجذب انتباهي. بنت تانية من افضل مؤدي الاصوات بالنسبه لي، مؤديه صوت ناروتو.
تاكيتشي جونكو. يا لهوي يا جماعة، أنا بعتذر لو حضراتكم يعني في أي وقت من الأيام حصل أي حاجة في الكون كله وشفتوا الفيديوهات بتاعتي ولقيتني بنطق أسمائكم غلط، فأنا بعتذر. おいら、魚を自由に操ることができるんだ。ハンターだってことも。俺、ハンターになって父さんを見つけ出したいんだ。そうだな。このイーストブルーから。んでよ、先代のどの火影をも超えてやるんだ。فهي من مؤديات الصوت المميزات جدا ليا، ولو سمعت صوتها برضه في أي حاجة هحس إن أنا المكان مألوف بالنسبة لي. رقم 10 من واحد من مؤديين الأصوات العزيزين على قلبي جدا جدا، مؤدي صوت مايوري من بليتش. مؤدي الصوت برضو من أشهر الحاجات اللي عملها تقريبا فريزا من أنمي دراجون بول، برضو صوت مشهور جدا. هو راجل كبير كده، أنا بحبه شخصيته، بحس إن هو صوته مميز جدا، هو فعلا طبقة صوته مميزة جدا. なるほど。いくら頑張ってもベジータにはなれなかったわけ。光栄に思うがいい。知らないのかい？残白糖の解放には2つの段階があることを。مش أي حد تقريبا، يعني أنت عمرك ما تتلخبط بين صوته وبين صوت حد تاني، فأنا بحبه جدا جدا. وأخيرا واحد من مؤدي الأصوات برضو اللي عامل لي صاعقة وفاجئني في حاجات كتير، مؤدي صوت دابي شيمونو هايرو. أنا بحب دابي وبحب مؤدي صوت دابي. إيه اللي خلاني أحبه بقى؟ إن أعرف إن هو مؤدي صوت زينتسو. 炭治郎に話を聞く。だからお前は突っ込んでろ。何度も襲撃を許すずさんな管理体制。ウォルローゼ南区中小村出身です。أنا أكتر حاجة بحب أتعلق بيها في مؤدي الصوت إن أنا أعرف صوته، لكن برضو بتبقى نقطة في صالحه جدا إن هو يقدر يعمل شخصية زي دابي وزينتسو. أنتوا متخيلين الفرق؟ بجد الأداء الصوتي للأنمي في اليابان واحد من أهم وأكتر العوامل اللي بتساعد في نجاح الأنمي أو تخليه دلوقتي واحد من الحاجات العالمية. الناس كلها بتستنى الأنميات دلوقتي، الوضع مختلف بجد بجد. تألقوا جدا مؤدي الأصوات اليابانيين في حتة تانية. ولكن عزيزي لن أنسى مؤدي الأصوات العرب، مركز الزهرة وسبيستون. فاستنوني إن شاء الله في حلقة برضو هقيم لكم وأقول لكم مين أكتر مؤدي الأصوات بتوع سبيستون اللي أنا بحبهم. ولو مكمل معايا لغاية دلوقتي أشكرك شكرا جزيلا، وأسألك سؤال واحد: هل عملت سبسكرايب؟ هل عملت لايك؟ لو عملتهم شكرا جدا، وإن شاء الله استنوني في حلقات تانية كتير. باي.